ملخص مباراة الجزائر والإمارات: تم إلغاء هدفين بداعي التسلل لصالح الجزائر، عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح الجزائر، فوز الإمارات على الجزائر بركلات الترجيح بعد تعادل شاق في المباراة الأصلية وفي الأشواط الإضافية، شوطين إضافيين، وفي ركلات الترجيح الأولى اللي فيها 5 ركلات لكل فريق، معاهم جابوا فيها 4-4، يعني 4 للإمارات و4 للجزائر، وتصدي الحارسين لضربة، ثم في الأخير ولات ضربة مقابل ضربة، والجزائر للأسف ضيعت ضربة، وهكا تأهلت الإمارات. يعني تأهل غير تأهل، يعني ذاك التأهل اللي الناس تفرح به. طبعا الحكم صفر أنهى المباراة، وكانت مازال كاينة ركنية من حق الجزائريين، كان لازم الجزائريين يلعبوا الركنية تاعهم، وفيها يصفر الحكم نهاية المباراة، ولا مازال الكرة خرجت ركنية والحكم صفر على نهاية المباراة وراح اتجه مباشرة ركلات الترجيح. فللأسف كانت مباراة مملوءة بالضغط النفسي الممارس على الجزائريين. المنتخب الجزائري كان يستحق الفوز، وهو كان أفضل وسجل أهداف أكثر، وشحال من خطأ تجاهلوا الحكم لصالح الجزائريين، ويحتسب في أخطاء مزيفة لصالح الإماراتيين. لو كانت نزاهة في اللعب والله بصحتهم الإمارات، نقول مبروك للإمارات وهارد لاك للجزائر، لكن اللعب لم يكن نظيف والتحكيم لم يكن نزيه. التحكيم كان فيه شوائب كثيرة، عاودوا شاهدوا المباراة وتشوفوا باللي الجزائر تعرضت للمؤامرة كالعادة. دائما الجزائر كي تبان تتعرض للمؤامرة في المباريات. انه لا، احنا الجزائريين نفرحوا بزاف، كنفرحوا بزاف هاك يحطونا بين العينين ويقولوا شوفوا فينا بلي ما نستاهلوش الفوز وما نستاهلوش الكأس وما نستاهلوش البطولة وما نستاهلوش فواش يلجؤوا لعدم النزاهة في اللعب للأسف. ما يتقبلوش الخسارة بروح رياضية، ما يتقبلوش انه هذا منتخب حار يلعب بحرارة ويحب يفوز ويحب. احنا عندنا فقط اللعب نلعبه، ما عندناش المؤامرات. تعلموا منا الروح الرياضية. فإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله للمنتخبات العربية، بعض المنتخبات العربية يتعلموا في المستقبل اللعب بنزاهة وبشرف، إنه تلعب صح، تلعب وتدي هذاك الكأس ولا يعني وتربح المباراة وتفرح فرحة حقيقية، ولا هذه الفرحة المزيفة. كرة القدم ماهيش دراهم، كرة القدم حاجة تحسوا بيها، لعب، مواهب، بطولة، مهارة، نزاهة، رسالة نظيفة شريفة، ماشي اشتري وبيع. فهمتوا؟